السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية، والنهاردة معاكم فرش شقة عروسة. ايه ده؟ تقريبا ده مش شغلي يا جماعة، فين شغلي؟ النهارده معاكم الفيديو ده مش شغلي زي ما انتوا شايفين كده، كاتبالكوا قبل التعديل، لان الفيديو اللي انتوا هتشوفوه حاليا ده مش شغلي ولا طريقتي في الفرش. طبعا الشقه النهارده العروسه كانت استعانت بجروب مفروض ان هو متخصص في الفرش علشان يفرش لها الشقه دي، والشقه دي اتفرشت، وبالفعل هي طلبتني علشان اجي اشيل كل اللي هم عملوه وابدا فرش الشقه من تاني، لان طبعا الذوق والوضع ما عجبهاش. واحنا النهارده هنشوف الاخطاء ايه، وهنشوف العروسه دي ايه اللي خلاها توصل للجروب ده، طبعا بدون ذكر اسماء، ربنا يصلح حال الجميع يا رب. بس انا هنوه كده على كام نقطه بسيطه. اولهم العروسه قالت لي ان هي حاولت تتواصل بيا كتير على رقم الفون بتاعي اللي هو موبايل شغال، علشان هي قالت لي لما لقيته غير متاح ما كانتش عارفه توصل لي، وانا دايما بقول ان هو واتساب فقط، وافضل طريقه للتواصل معايا بيكون عن طريق رسائل البيج. فالبيج اللي بيوصلوكوا بيا، لان انا معظم الوقت برضو مش بقدر ان انا ارد على الواتساب طول الوقت بحكم شغلي وبحكم انشغالي. هنشوف مع بعض اخطاء كتير النهارده هوضحها للي مثلا لسه عايزين يفرشوا شقتهم لنفسهم، او اللي لسه مبتدئين في الفرش. وتنويه كده بسيط، بالله عليكم لو انتوا هتدخلوا في اي مجال في الدنيا لازم تكونوا متمكنين فيه الاول، ان انتوا تكونوا حابينه وتعملوا الحاجه بحب، تعملوا الحاجه بتنسيق، مش لمجرد ان احنا عايزين نجيب فلوس وخلاص. ده برضو الفيديو ردا على الناس اللي بتقول لان نفس شغلك بسعر ارخص، بل بالعكس ما كانش ارخص ولا حاجه بشهاده العروسه. بس النهارده ان شاء الله اتمنى ان بعد التعديل يعجبكم، وانا عايزاكم انتوا اللي تحكموا بالفرق وهتشوفوا. طبعا انتوا زي ما شفتم هتلاقوا فيه كوبايات وكاسات في البوفيه، واطباق في النيش، واطباق محطوطه في الارفف اللي فوق، وما ينفعش طبعا الاطباق تكون فوق عشان بتكتم النيش، زائد ان المفروض الطقم كامل بيكون نحق على بعضه، ما يبقاش جزء في حته وجزء في حته فما تحسوش بقيمه الطقم. ده بالنسبه للمشكله اللي في النيش. اما بقى المشاكل اللي في باقي الاوض زي ما هنشوف دلوقتي هتشوفوا كتير. طبعا ده مش بره اختصاصهم، هم المفروض كان لسه ليهم يوم تاني هيفنشوا فيه السجاد والسراير وكده، بس هي قالت لهم لا استوب لحد كده، انا مش عاجبني الشغل. وتواصلت معايا الحمد لله، قدرت تتواصل معايا على الواتساب لدرجه ان هي وصلت لاصحابي عشان تتواصل معايا. فالحمد لله ان انا رحت لها. تشوفوا الفرق طبعا زي ما انتم شايفين ربطات الستان والحاجه محطوطه ازاي. اتمنى ان الفيديو تقدروا ان انتوا تلمحوا الدنيا. قبل المطبخ بالنسبه لي اللي كان كارثه من كارثات الزمن، اللي هو يا جماعه اساسا هو كان راجل اللي رصه، فانا مستغربه ازاي ان راجل يرص مطبخ ستات بدماغ ستات، يعني دماغ الستات في المطبخ تبقى عايزه الاهم فالمهم في الحاجه العمليه، وبالذات مصممين الديكور، او احنا بنصنف تحت يعني مستوى الديكور. طبعا احنا مش حاجه جنب مهندسين الديكور او مصممين الديكور، بس انا حبيت اوري لكم الدنيا كلها قبل، واتمنى ان انتوا كده تحفظوا اللقطه اللي قبل دي علشان تحسوا بالفرق في اللي بعد. الرخامه المفروض كده كانت مرصوصه بكل اللي عليها ده، بالكتلات بالكوبايات اللي عليها بالصواني كانت كده مرصوصه. طقم الكريستال ده المفروض ان هو بيتحط في النيش، والخشاف محطوط هنا في ضرفه تحت في المطبخ من تحت. درج الرفايع كان كارثه من كارثات الزمن. فيعني اتمنى ان شاء الله هتحسوا بالفرق باذن الله. يعني ادي حلتين كده مرميين تقريبا وفوقهم فوط، انا اقسم بالله العلي العظيم ما شلت اي حاجه من مكانها في التصوير. يعني كل اللي انا بصوره لكم ده هي قالت لي ان هي كمان ما شالتش اي حاجه، قالت لي ده بحطت ايديهم، فقالت لي اقنعيني ان هو حلو وما تغيرهوش. فانا لما وريت لها الشغل بعد هي قالت لي انا حسيت ان انا عندي حاجات، حسيت ان انا عندي مطبخ. وطبعا انا مش هقدر اشهد لكم بده، انتوا اللي هتشهدوا بده لما تشوفوا الفيديو بعد. ده كانت ضرفه الخزين، انا اصلا عن شخصي مش برص ضرفه الخزين لاي عروسه، دايما بعتبرها حاجه خاصه اساسا، وفي ناس بتودي الخزين بعد الفرح فما بيبقى ليش علاقه بيها، بس بما انها كانت موجوده فانا عملتها لها برضو في الفيديو. مثلا هنا معانا الطقم ده كله في رف، وفوق معانا بس رف فيه 5 اطباق او لو 6 اطباق بتوع الطقم السمك. كوبايات هنا والكاسات اللي هتستخدمها فوق بعضها بطريقه غير عمليه بالمره. قالت لي انا اخاف اشد كاس او ان انا اشيل كوبايه كله يقع فوق بعضه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ويعني بجد انا عن نفسي ذهلت من المطبخ بالذات، يعني اكتر حاجه ذهلت منها المطبخ. فاتمنى ان شاء الله ان الشغل النهارده يعجبكم. وبالنسبه للناس زي ما قلت لكم التواصل والحجز والاستعلام بيكون عن طريق الواتساب او على رسائل البيج اللي بسيب لكم اللينك المثبت بتاعه
في اللينك المثبت في التعليق المثبت تحت الفيديو، اول تعليق مثبت تحت الفيديو. نيجي هنا نشوف اوضه النوم. على فكره الشقه والله ما تبصولهاش كده، الشقه دي لما اتفرشت، وعلى فكره اخدت مني ساعات قليله لان طبعا كل حاجه مفتحه، فاخدت مني ساعات قليله في الفرش. بس اللي اجهدني ان احنا طبعا بنشيل كل ده من قلب الرفوف وبنعمله تاني. زي ما انتم شايفين كده الملايات كان قالت لي صغير على كبير، انا مش عارفه فين ملايات السرير الصغير وفين ملايات السرير الكبير. طبعا المثلثات دي بصراحه كانت نازله قوي. زي ما انتم شايفين تطبيقه الملايات مش نفس الاسطمب، يعني مقاس واحد. هنا الفوط كلها ما تعرفيش الفوطه اللي فيها رسمه من اللي مش فيها رسمه. اللي فوق دول تقريبا كانوا شتوي، وكان محطوط فرش على لبس على كده، فكان الموضوع مش ظريف بالمره. زائد ان المفارش اللي في الدولاب كانت نازله ومدلدله شويه، يعني ما ينفعش ان هي تبقى نازله قوي كده على الرف. شايفين التطبيق عامل ازاي؟ واللي فوق ده برضو المفروض ان هو تطبيق بيجامات. فده الناس اللي بتقول رد بسيط، الناس اللي بتقول لان نفس شغلك وبسعر ارخص. انا عايزه الفيديو ده بس هو اللي يرد عليكم. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتابعوني ونشوف بقى الشقه بعد الفرش. وندخل الدخلة بتاعتنا المعتادة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للعرسين يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في شقتهم كده، قول اللهم امين. مبدئيا انا رحت للعروسة دي بعد فرش شقة عروسة. العروسة هنا من المعادي، كان عندي شقة عروسة في القاهرة، رحت لها بعدها بالليل بعد ما خلصت. وكان بينها وبين العروسة التانية يعتبر سفر ساعة. رحت ريحت عندها شويه وقمت اشتغل بالليل، وخلصنا ما شاء الله الصبح على الظهر. كانت يعني انا ابتدت لها شغل الفجر وخلصنا كده على قبل الظهر كده، كنا احنا مخلصين عما لبسنا وصورنا والدنيا تمام، وكانت مبسوطه انبساط. بصوا ده الاجر بقى اللي انا باخده في شغلي، ده الحاجه اللي كانت مفرحاني جدا جدا. فرحه العروسه وتحضني ده كان شيء كبير جدا جدا عندي. فبالله عليكم لو حد هيبدا في اي مجال يا جماعه اتدربوا مره واثنين وثلاثه، ما تستعجلوش على نفسكم علشان محدش يزعل منكم. كل حد في بداياته بيبقى الموضوع صعب شويه، ما بتبقاش كل حاجه سلسه في ايده، ما بيبقاش بيرفكت من اول مره. انا شخصيا لسه بتعلم وما زلت بتعلم، وكل يوم وفي برضه اوقات بغلط، بس الى حد ما احنا المفروض واجهه مشرفه، ومفروض ان احنا متخصصين في ديكور، فاحنا نعمل الديكور بتاعنا على اكمل وجه. الاهم فالمهم، فتنسيق الالوان، فالشيء العملي، فحاجه تكون سهله في الاستخدام، مش بنحط وخلاص او مش نكون حافظين مش فاهمين. نيجي بقى نشوف النيش بتاعها. انا رصيته تاني من اول خالص، كل اللي في النيش جبته، وجبت فيه حاجات من المطبخ جبتها هنا، وفي حاجات دخلتها المطبخ. المهم ان انا دلوقتي هتشوفوا معانا النيش وتقولوا لي رايكم فيه. الرف ده الكوبايات اللي فيه خليتها فيه، بس رصيتها بطريقه تانية. الاول كنتوا تحسوها زحمه شويه، عملتها كده كوبايات شاي وقهوه، ومعاهم كده بعض الكاسات اللي لايقه عليهم. كان الكاسات اللي ماشيه معاهم دي كانت في ناحيه تانية، بس انا خليتهم كلهم مع بعض يبقى شكلهم كده ايه طقم على بعضه. هنا القاروره دخلت معاها كاسات الموف دي، تعمل الكاسات دي كانت تحت في البوفيه. هنا الطقم الكريستال اللي كان في المطبخ، الطقم ده تقيل جدا وغالي جدا، فيفضل ان انا احط في النيش. انا حطيته على الخشب وحطيت الباقي منه في الرف اللي فوقه. هنا بقى معانا المعالق، كان كل الشوك والمعالق في مكان، انا في درج واحد انا قسمت لها الشوك والسكاكين في مكان والمعالق في المكان. طبعا هما ما كانوش فنشوا الشقه لان كان لسه ليهم وقت تاني علشان يفرشوا، وهي قالت لهم لا خلاص استوب لحد كده، انا الشغل ما عجبنيش. فهي اعترضت على الشغل وكلمتني وقالت لي لو انت شايفه ان هو صح احكمي يعني. فانا قلت لها انا هعمل وانت هتشوفي ان كان صح ولا غلط. فهي لما شافت قالت لي انا واثقه فيكي، وانا عارفه ان دي النتيجه بتاعتك في النهايه، بل بالعكس احسن كمان، وكنت فرحانه جدا بمعرفتها. هنا الطقم الصيني رصيته برصه تانية خالص، لميت كل حاجته. كانوا هما حاطين الفناجين في الادراج والاطباق كلها ظاهره بره. لا احنا بعرض الطقم الشاي ده الاهم بالنسبه لي، وبعض الاطباق من الطقم. اما باقي الاطباق لما بيكون كتير احنا بنحطها في الادراج. هنا معانا باقي الطقم البايركس مثلا، حطيته البولات بتاعته في درج. وعملت هنا كان الطقم الاركوبايركس والطقم الاركوبال كانوا متقسمين على النيشين، كل حبه في مكان. انا دلوقتي جمعته كده في رف، قالت لي ايوه كده انا حسيت ان انا عندي اطقم، وحاسه ان انا عندي حاجات انا كنت شايفه حاجتي الاول. وهنا حطيت لها الاركوبال كده زي ما انتم شايفين على بعضه. لو انت وصلتي معايا من الفيديو لحد هنا وعجبك شغلي وعجبك طريقتي، طبعا ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي في القناه. اما هنا بقى حطيت لها باقي الاطباق الكتير اللي كانت فوق بعضها في البوفيه، وعاملين زحمه في البوفيه في الازاز وهو باين.
دلوقتي الدنيا راقت خالص، وبل بالعكس شكل الكوبايات احسن بكتير. فوق هنا عملت الرف ده كريستالات، وحطيت معاه كاسات كريستال يعني، وحطيت معاه كاسات تانية ملونة شوية. وهنا ده طقم الشربات، ده هو ملون لونه منور قوي، بس هو يعني بعد الكريستال يكون هادي ماهيش مشكله. هنا ده طقم الشاي برضو سبته في مكانه، بس رصيته بطريقه تانية. واللي تحت هنا حطيت برضو كوبايات وكاسات. والدرج اللي تحت ده حطيت فيه المعالق زي ما قلت لكم. انا قسمت المعالق في درج وعملتهم كده زي ريش الطاووس، طالعين بطريقه زي ريش الطاووس كده. وحطيت الشوك والسكاكين في درج. وهنا زي ما انتم شايفين الريسبشن معانا في انتريه شبه الركنه كده ب2 كرسي، كان حلو قوي. والنجف بتاعها كان مودرن ما شاء الله، كان مميز ومختلف بسم الله ما شاء الله. وتقريبا كمان حتى تصوير النهار كان احسن كتير كمان من تصوير بالليل. وطبعا ده شكل الشقه كمان بعد لما اتفرشت. نيجي بقى علشان ندخل على الاوض، نشوف اوضه النوم بقى شكلها عامل ازاي. ان شاء الله اللهم بارك. هي كانت جايبه كل السجاد اللي فيها فارو، اللي هو الشاك ده الشعر يعني، على باللغه العامه احنا بنقول عليه سجاد شعر. هنا بقى ده السرير بتاعها، كانت جايبه له مفرش السوفت التركي. هو في الاول يا جماعه هما ما كانوش لسه فرشوا السراير والسجاد، كان لسه ده بيقولوا هيجي لهم يوم تاني، ان كانوا اتاخروا. فانا طبعا لما فرشت لها كل حاجه، انا زي ما قلت لكم ريحت الفرق ما بينها بس وما بين العروسه، كانت هي بس ووالدتها ربنا يجزيهم خير، استضافونا احسن استضافه. وقالت لي ارتاحي وريحي جسمك اول، وبعد كده اشتغلي براحتك. انت كده كده بايته معايا، ريحتي لي كده ساعه عندها وبعد كده اشتغلت. وانا ده طبعا مش بعمله مع اي حد. العروسه دي برضو كانت استثناء، ان هي في الوضع بتاعها، وحقيقي كانت صعبانه عليا قوي من ان هي قالت لي انا مش فرحانه بحاجتي ولا كده. هنا بقى عملت لها الرفوف دي، كان فيها هدوم، والهدوم اللي هي اصلا بتلبسها كانت محطوطه فوق. لا انا بحب دايما الهدوم اللي هي تستخدمها تبقى جنب ايديها. حطيت لها فوق كده ملايات، قسمت يعني رف ملايات ورف فوط علشان يبقى في ماتشنج كده ما بينهم. وعملت لها تورتايه بينت عليها الرسومات اللي في الفوط. على فكره نفس الفوط دي نفس الفوط اللي كانت عندها اقسم بالله في الرف، انا ما زودت عليهم ولا فوطه، هم اللي كانوا في الرف، اختلفت بس طريقتي في العرض مش اكتر من كده. في الضرفه اللي في النص بقى مش عامله معاهم مثلا، هي كانوا حاطين كلها فرش وجزء ملابس فوق. لا انا عملت فوق بس الكوفرتيات والبطاطين اللي هي هتستخدمها، وعملت عليهم فيونكات كده بالشكل ده. وهنا حطت لها كده في الرف ده اللبس الشتوي، وعملت لها كده دبدوب بالبيجامه. هي بتقول لي انا كان نفسي في حاجه زي دي قوي، انا ما كنتش عارفه اصلا ان انا لبسي عليه رسومات حلوه كده، ففرحت جدا لما انا عملتها لها. حاجات بسيطه بس بتفرح العرايس. والضرفة التانية اللي ما فتحتهاش دي اصلا هي ضرفة العريس، وكانت هدومها بالفعل العروسة كانت عامله له هدومه، فانا كده كده مش بعمل لبس العريس فما صورتهاش. نيجي بقى للمطبخ. بجد انا عايزاكم تشهدوا شهادة حق في المطبخ بس لوحده، لان انا ارهقت فيه، وطول ما انا بعمل فيه بضرب كف على كف، اللي هو جهد ان انا انزل الحاجة واعملها تاني. يعني انا عندي الحاجه تبقى جاهزه قدامي على الارض احسن لي، زائد ان انا كنت عندي ذهول ازاي ده مثلا يتحط هنا وازاي ده يتحط هنا. زي ما انتم شايفين ده شكل الرخامه والدنيا والهدوء. للناس اللي كانت بتقول لي على رخامتي انا مكركبه، اديكم شفتوا انا رص والله بتحلف لي ان هي ما شالت حاجه من مكانها. كانت كل الرخامه دي صواني وكوبايات وحاجات المفروض ان هي ايه كده تقديم. بس اللي كان عامل المطبخ راجل، فطبعا الراجل مش هيوصل لتفكير الست هي محتاجه ايه. طب دي الرخامه اللي فيها الحوض اكتر حاجه عمليه، فسبت لها حواليها كده فاضي مفيش الا الصفايه وطقم البهارات كده الدواره جنب البوتاجاز. دي الصفايه كده زي ما قلت لكم بتاعه الاطباق جنب الحوض على طول. وادوات التنظيف دي كده الدبدوب الباندا ده علشان يمنع من طرطشه الميه، هو مش راضي يلزق اصلا يعني. هو حلو قوي بس اوقات بيعلق كده، حتى عندي في البيت اوقات بيعلق وبيضايقني. هنا بقى كده حطيت لها طبق الفاكهه والكاتل بتاع القهوه بتاع الشاي. طبعا زي ما انتم شايفين الرخامه هديت خالص. وهنا حطيت جنب ايديها في رف كده جنب ايديها صغير الكاسات اللي هي تقدم فيها الاستخدام السهله بطريقه سهله. وهنا ظبطت لها المطبقيه، انا سبت الاطباق اللي فوق زي ما هي بصراحه ما عملتش فيها حاجه، بس اللي تحت حطيت لها كوبايات استخدام برده في المطبقيه لانها هتبقى محتاجه حاجات قريبه لايديها كتير. اما الرف ده حطيت لها فيه مجات شوربه. مجات الشوربه دي كانت محطوطه تحت مع حلل ومحطوطه على الرخامه كمان. اللي بستاند ده كان محطوط على الرخامه والتانيين محطوطين مع حلل.
اما ده الطقم ده هي مش هتستخدمه، فانا رفعته لفوق. دايما بحب اسال العروسه ايه اللي حابه تستخدمه ايه اللي مش حابه تستخدمه عشان اخلي استخدامها هو اللي جنب ايديها. هنا كده حطيت كده طقم الشاي الاسود ده بالبراد، كان محطوط على الرخامه فانا رفعت كل رف كامل طقم شاي، ورف تاني للجيلي والحاجة العصير. يعني الطقم ده كان محطوط على الرخامه اللي هو الاسود ده، الازاز الاسود بالبراد، فده صح ما بتحطش على الرخامه خالص نهائي يا جماعه، لان يعني معرض للكسر ومش حاجه عمليه على فكره ان نحط رخام. اما هنا بقى الاجهزه الكهربائيه كانوا محطوطين فوق كلهم فوق الميكروويف، وكان في خلاط كده على الرخامه، لا انا رفعت لها الخلاط الكبير فوق لان مش هتستخدمه قوي. اما الرف اللي تحت حطيت فيه الخلاط اللي هي تستخدمه، الهاند بلندر والعصاره، اكتر حاجات هتستخدمها جنب ايديها خليتها جنب ايديها تحت، واللي مش هتستخدمه رفعته فوق، بس الاجهزه الكهربائيه كلها تبقى على بعض. انا في العادي مش برص خزين اي عروسه، بس انا بصراحه كان معايا وقت للعروسه دي وحاجتها يعني ما شاء الله، يعني نظمناها بسرعه وكانت قرفتها زي العسل. ربنا يا رب يهنيها بكل شبر في شقتها كده، قول اللهم امين. نيجي بقى هنا حاطط لها الطقم اللي استلس كله مع بعضه، اطباق استلس مع كل حاجه استلس، وتحت كل حاجه الومنيوم. يعني انا حتى الطقم الالومنيوم اللي هو ده انا ببقى اصلا اطلعه من كرتونته عند بعض العرايس، مش ناس كتير بتستخدمه فبسيبه، بس انا بما انه مفتوح فانا ظبطته هنا في الجزء ده. والحلل دي كانت كلها فوق وهي تستخدمهم فنزلتهم لها تحت. يعني القاعده بتقول ان الزجاج والكوبايات فوق والحلل تحت علشان هم اتقل، وعلشان دايما واحنا بنشيلهم يكونوا اقرب. ده الكلام ده لو في معانا وحدات تحت زي ما انتم شايفين. حاطط لها الطقم الجرانيت والطقم التيفال. هنا في الدرج ده ما ظبطتش فيه كتير قوي، عملت فيه بس تاتش بسيط. اما الدرج التاني انتوا اللي هتشهدوا ان كان اتوضب ولا لا، وكان الاول مش باين حاجه يعني، وكان في ممكن سكاكين كمان اللي هو لو حد مد ايده يتعور من الدوشه. الدرج ده كان مرمي فيه كده حلتين وفطين، لا انا عملت فيه العلب بتاعه الخزين دي تكون برضو قريبه لايديها. وهنا الصواني دي كلها كانت فوق الرخامه، انا لميتهم كلهم، سبت بس صواني التقديم الا على الرخامه من فوق. وهنا كده كان عندها حلتين تيفال فرداني حطيتهم تحت هنا معاهم حافظه الطعام دي والكاتل الترمس الصغنون، على اساس ان هي لو نازله بالعربيه او حاجه وعايزه حاجه تكون معاها. هنا برضو حطيت لها علب كده زي علب بهارات وحاجات من دي. اما دي حطيت فيها حاجات منظفات، ودي غساله للشرابات او اعزكم الله للاندرات، بتبقى حلوه قوي وبتتفتح كده وبتنزل لتحت. دي كانت محطوطه على الرخامه، مش عارفه ليه، انا بصراحه مش عارفه هي كانت على الرخامه ليه. وتحت منها كل اللي تحت منها ده منظفات، يعني بعض المنظفات والحاجات الخاصه بالتنظيف والسبونشات والحاجات دي. هنا كده زي ما انتم شايفين دي غسالة الاطباق، وده التربو بتاع البصل والحاجات دي. وهنا جنب البوتاجاز حطيت لها طقم البهارات. طقم البهارات ده كان محطوط الناحيه على الرخامه التانية، بالرغم ان احنا محتاجينه دايما جنب البوتاجاز، وجنبه طقم التوزيع وطقم السكاكين، وده شكل البوتاجاز بتاعها. حطت لها فوق الميكروويف بقى، حطت لها فوقه كل الحاجات البايركس وكل الحاجات الطواجن بجميع انواعها الفخار، حطيتها كلها فوق كده، مش هتستخدمهم كتير بحد قولها. ورفعت لها شوايه فوق، والشوايه كانت محطوطه على الرخامه جنب البوتاجاز، فده غلط وخطر جدا ان جنب حراره واحنا عايزين جنب البوتاجاز الحاجات اللي احنا هنستخدمها. ده بالنسبه للمطبخ. نيجي بقى لاوضه الاطفال، وبكده ان شاء الله قربنا نوصل لنهايه الفيديو. انا عارفه ان انا طولت عليكم، ان شاء الله برضو لما اتفرشت كانت عسوله وكيوت جدا. الدنيا راقت كده وهديت ما شاء الله اللهم بارك. والستاير بتاعت العروسه دي على فكره كانت عجباني، شغل 3 دي كده كان مختلف ومميز وجميل، والشقه اصلا بتاعتها ذوقها بسيط. فربنا يا رب يهنيها بكل شبر في شقتها كده، اقول اللهم امين، لانها انسانه ذوق 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 فوق ما تتخيلوا. وحبيتها جدا جدا، وبقيت اتعامل معاها بقول لا انا مش عارفه، انا حاساها ان هي اختي. انا كل عرس والله بحسهم اخواتي، بس دي كفايه استقبالها بجد لينا كان حاجه فوق الخيال. هنا بقى حطيت لها اللطقم السراير اللي هي تستخدمها، وفوق كده الكوفرتيات، وكان كل الكوفرتيات دي مبرومين في قلب بعض، يعني مش باين ان هم اتنين، باين ان هم واحده، يبقى بتقول مش عارفه الكبير من الصغير. فبينت لها الرسومات اللي عليهم، وبطاطين الاطفال كده في الجنب، وفي النص كده اطقم السراير الاطفال، وتحت هنا اللي الحفه اللحافين الصغيرين واللحاف الكبير. وحاولت ان انا ابرز الرسومات اللي عليهم وابين شكلهم. كان الاول مربوطين بطريقه غريبه كده بالستان، فمش كل الحاجات بينفع معاها ستان يا جماعه. والحاجه اللي فيها رسمه مش بحب احط فيها ستان، احب ان انا ابين الرسمه بتاعتها. طبعا انا في بدايه الفيديو ما صورتلكوش الاوضه دي لان مش فيها شغل اصلا. الاوضه دي عباره بس عن السفره والسجاده، مش اكتر من كده. وهي كانت جايباها يعني سفره مؤقته لفيما بعد باذن الله، ربنا يا رب يوسع عليهم. والاوضه دي ان شاء الله يجي فيها شاشه، وهتبقى ايه اوضه للسفره جنب المطبخ.
نيجي بقى هنا للحمام، وده اخر حاجه معانا في شقتنا. الحمام بتاعها كان بسيط جدا، كان عندها كده البانيو عليه ستاره، وظبطت لها بس الفوط والشامبوهات فيه، مش اكتر من كده. طبعا الحمام اصلا مش محتاج رص، بس حبيت اوريهولكم للعلم بالشيء. لو انت وصلتي معايا للفيديو بقى لاخره لحد هنا، اوعي، لان هزعل وهعرفك وهقفشك يا اللي ما عملتيش اللايك. تعملي اللايك، لان انا تعبت جدا في الشقه دي من التفكير بس اكتر من الشغل. علشان انا لو انت شايفه ان انا استحق اللايك، اوعي تبخلي عليا باللايك الجميل منك، علشان ده بيدعمني. وتكتبي لي كده كومنت بالفرق قبل وبعد، ده هيشجعني جدا جدا ويفرحني جدا جدا. اتمنى التوفيق للجميع، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. اشوفكم خير، مع